عارفين يعني إيه واحدة تفتح عينها الصبح تلاقي 3 من اللي ناموا في حضنها بقوا جثث؟ عارفين يعني إيه أجمل ست في العالم اللي الملايين بيسجدوا لجمالها تروح تنهي حياتها بحباية منومة عشان خايفة من الضلمة؟ النهاردة مش هحكي لكم قصة نجاح، هحكي لكم قصة هروب. هقول لكم ليه يولاندا فرقت مصر بليل وهي بتترعش من الخوف من عيون كانت عاوزة تكتفها، وإيه اللي شافته في إيمان وخلاها تعرف إن الشهرة والجمال ليهم تمن غالي قوي. ارموا كل اللي في إيدكم وتعالوا نسمع الأسرار اللي ما بتعرفوش توصلوا لها. وما تستغربوش، ولو انتي بنت بلد جدعة اضربي اللايك المتين عشان نكسر الدنيا. يلا بينا. يولاندا اتولدت في قلب شبرا سنة 33، وأبوها يا جماعة كان طلياني أصلي، عازف كمان في الأوبرا، يعني المزيكا كانت بتجري في عروقها. بس يا عيني وهي طفلة نظرها كان ضايع، ولبست نضارة عدستها زي قعر الكوباية دارت ملامحها اللي زي القمر. العيال في الحارة ما كانوش بيرحموا، والكسرة دي خلت عندها غل من الدنيا، وحلفت إنها تبقى أجمل واحدة في الكون. وفعلا الأيام دارت وبقت شابة زي الورد. لما بقت شابة وبقت صاروخ قلعت النضارة وظهر الجمال اللي يداوي الجروح، وخدت التاج في مسابقة ملكة جمال مصر سنة 54 من ورا أهلها. وهنا بقى خبطت في إيمان وليزا، الغيرة ولعت والدنيا اتقلبت عليها. بس السر اللي بيخض إن في الوقت ده المخابرات كانت بتصطاد ملكات الجمال عشان مهمات خاصة. داليدا شافت إيمان وهي بتدخل في سكة تجنيد الفنانات وشافت نهايتها، فخافت على روحها قوي، حست إن الدور عليها. بصوا بقى يا جماعة، الحتة اللي جاية دي هي اللي فيها الخلاصة. عارفين داليدا كانت بتروح سهرات ليزا تعمل إيه؟ ليزا دي ما كانتش مجرد واحدة صاحبتها، لا يا حبيبي، دي كانت الرادار اللي كاشف المستخبي في البلد كلها. داليدا ما كانتش بتروح هناك عشان تهيص وتعيش حياتها زي بقية النجمات، دي كانت بتروح عشان تشم خبر وتعرف راسها من رجليها في وسط مجتمع كله ألغاز. وهناك ليزا سحبتها من إيدها على جنب وقالت في ودنها كلمتين خلوا جسمها كله يتنفض. قالت لها يا يولاندا فوقي، في حد واصل قوي حط عينه عليكي وعاوز يشغلك فخ، في عملية يسرقوا بيها ورق مهم من سفارة أجنبية. داليدا وقتها الدنيا ضلمت في وشها، وعرفت إن جمالها بقى مشاع ولعبة في إيد الكبار اللي ما بيرحموش. والسر اللي بيخض بجد إن داليدا ليلة ما عزمت على الهروب جالها تليفون من حد مجهول بيقول لها لو فكرتي تخرجي من مصر مش هتعرفي تهربي مننا لا في الأرض ولا في السماء. ومن هنا داليدا عرفت إن الفخ بدأ يطبق عليها، وخدت ديلها في سنانها وطارت لباريس بليل من غير ما حد يحس بيها. في باريس داليدا شافت الويل، كانت بتلف في الشوارع والدنيا تلج، وبتنام من غير لقمة في بطنها لأن الجيب كان فاضي. السر بقى إنها في عز شهرتها كانت بتروح لدجالين في فرنسا عشان تفك عمل، كانت فاكرة إنه معمول لها بالمرض والوحدة. السر إن كل اللي حبتهم انتحروا، لويجي، لوسيان، ريتشارد. 3 جنازات مشيت فيهم داليدا وهي حاسة إن خطوتها مش حلوة على اللي يعشقها. عارفين إن داليدا كانت بتترعش من رقم 3؟ السر ده ما يعرفوش غير اللي عاشرها بجد. البنت دي شافت 3 جنازات لأغلى ناس في حياتها انتحروا بنفس الطريقة، لدرجة إنها كانت بتقول لصحابها أنا رقم 3 في اللعنة دي، والمنوم هو اللي هيخلص الحكاية. وفعلا ليلة ما قررت تمشي اختارت يوم 3 مايو. تفتكروا دي صدفة ولا كانت مرتبة كل حاجة بالملي عشان تقفل الدايرة؟ واللي يجنن بجد إن داليدا في آخر أيامها كانت بتغطي كل مرايا البيت بشيلان سودا، كانت بتخاف تبص لوشها وتشوف يولاندا البنت الصغيرة اللي بنضارة. والسر اللي بيخض إنها كانت بتلبس باروكة حتى وهي نايمة، كانت مرعوبة إن حد يشوف خصلة شعر بيضا واحدة في راسها وتقول لو الجمال راح داليدا مش لازم تعيش. كانت بتصارع الزمن بمشرط الجراحين، ولما المشرط عجز السم كان هو الحل. وقبل ما تبلع الحباية الأخيرة بدقايق في كلام طالع من المقربين إنها حاولت تكلم رقم في مصر، رقم قديم في حارة شبرا بس الخط كان مقطوع. داليدا ماتت وهي بتدور على ريحة التراب اللي كبرت فيه، وكأنها كانت عاوزة تقول لمصر خديني في حضنك يا بلدي، الغربة أكلت روحي. المكالمة دي لو كانت تمت كان زمان داليدا لسه وسطنا، بس القدر كان راسم طريق تاني خالص. بصوا بقى يا جماعة، الحتة اللي جاية دي هي اللي فيها الزتونة. داليدا اللي كانت مالية الدنيا ضحك وغنى كانت بتخاف من الضلمة زي العيال الصغيرة، كانت بتنام والأنوار كلها قايدة وبتقول للي حواليها أنا خايفة أنام واصحى ألاقي نفسي رجعت تاني البنت اللي بنضارة في حارة شبرا. كانت عايشة في رعب إن الشهرة دي مجرد حلم وهيفوقوا منه، وده اللي خلاها تشك في ضلها وتفتكر إن كل اللي حواليها بيمثلوا عليها الحب.
فارقتنا داليدا وسابت لنا وجع وحيرة، وماتت وهي حاسة إن العالم كله محاصرها. غابت داليدا وسابت لنا لغز يحير أجدعها حد. تفتكروا لو المكالمة الأخيرة لمصر كانت تمت، كانت الحكاية هتتغير؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وما تستخسروش فيا اللايك والاشتراك عشان يوصلكم التقيل اللي ما بيتقالش في أي حتة تانية. واستنوني الحكاية الجاية، حكاية النجمة اللي هزت مصر بدلالها وجمالها، والفيلم اللي شقلب حياتها وخلاها تسيب الشهرة في عزها وتلبس الحجاب. حكاية سهير رمزي وأسرار جوازاتها اللي دوخت الوسط الفني كله. أشوفكم على خير. سلام.